السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتعملوا اللايك الحلو كده وتشيروا الفيديوهات لحبايبكم عشان القناة تكبر إن شاء الله والعيلة بتاعتنا تكبر، عشان مسميكوا العيلة بتاعتي، يعني العيلة بتاعتي تكبر كده ونبقى عيلة كبيرة. النهاردة هبدأ معاكم من الغدا. كنا جايبين سمك، طبعا حبوا السمك، الطريقه بتاع السمك دي، وجبنا النهارده سمك. قلت هعملها بنفس الطريقه اللي انا هوريها لكم، مش هنقليه يعني ولا هنشويه، هدخله في الفرن كده، احطه في صينيه وادخله في الفرن. بس استني امشي معايا واحده واحده كده وانت هتشوفوا الطريقه بتاعتها. في البدايه ههدهن الصينيه كده، ما تكتريش، فيها نقطه زيت بس، ما تكتريش على النقطه عشان ما يلزقش في الصينيه كده بس. ده هيبقى صحه اكتر، ولا زيت، كانك شويه بس انت مش عاملاه برده ولا محروق ولا حاجه يعني. هم حبوا الطريقه دي، حبيت اعملها تاني معاكم، يعني عملتها قبل كده بس حبيت اعملها معاكم تاني واعمل فتره الغدا يعني. على الصينيه هنا كده. في البدايه كده جبت توم، راس توم كبيره كده. السمك طبعا بيحب التوم الكتير وبيحب الليمون، اكتر حاجه بيحبها السمك. الزيت زي ما بقول لكم، التوم بيحب، السمك بيحب التوم والليمون. اعصري على قد ما تقدري ليمون كده عشان من هام ان هو يديه طعم حلو. وانا كده كده اصلا غسلاه ونقعاه بخل، لا مش خل، ليمون ودقيق وملح. نقعته كده حوالي ساعه وبعد كده شطفته. بس انا ما جبتهاش معاكم يعني عشان ما اطولش عليكم، يعني بدات بالتتبيله على طول. الصينية ده لما فيها زيت بيزحلق منه، كان فيها زيت كان بيزحلق يعني. عصير ليمون عشان يديكي طعم حلو. كمان يفضل كمان السمك ده لو هتتبليه قبلها بيوم، او كل ما تقعديه في التتبيله كل ما يديكي طعم حلو. واحب كده بالمناسبه وانا بعمل معاكم اشكر الناس الجديده اللي اشتركت عندي في القناه، نورتوني وشرفتوني. وياريت كده لو انت لسه اول مره تشاهديني وما اشتركتيش، اشتركي عندي في القناه ونوريني عشان العيله تكبر ان شاء الله. انا مسميكم عيلتي التانيه. شايفين الليمون كده، كميه ليمون حلوه. اخترت الليمون، احط الكمون، بحب احط له كمون كده كتير عشان السمك يحب الكمون. والكزبره، احط له كزبره برضو، احط له شويه حلوين كده محترمين. احط له سنه فلفل اسود بس مش كتريش يعني، هو الفلفل الاسود مش كتير يعني، نص معلقه صغيره. وملح، احط له ملح برضو عشان يشرب حلو. لو عندك بهارات سمك حطي له بهارات سمك، بس انا ما عنديش بهارات سمك، انا بكتفي بالكمون والكزبره والملح بس يعني، وبيديني طعم حلو. ويعني هنا حسبهم ادمنوه السمك ده، جربوه كده وان شاء الله يعجبكم. تجيبي السمكيه كده تفتحيها كده بالسكينه كده من بطنها كده، زي ما بتشبطيها كده وتعملي لها كده كده. طبعا انا غسلاه ومنضفاه اهو كده من ناحيتين، وبرده تفتحيه من جوه وتدخلي برده التتبيله كده من جوه كده ببطنها عشان تديكي التتبيله تدخل في اللحم، عشان طبعا يبقى حقيق وحلو. حاولي كده تهركي كده عشان التتبيله تدخل فيه اكتر. انا بقول لكم فاتحاه من هنا وسط اللحم كده عشان التتبيله تدخل فيه يعني. شايفين اهو تبلته ودخلت وسط اللحم كمان في الفتحات دي التوم عشان يشرب التتبيله كويس. بس مش هدخله الفرن دلوقتي، هستنى حوالي ساعه كده وبعد كده ادخله عشان يشرب في التتبيله. كل ما تقعديه في التتبيله كل ما يديكي طعم احلى. اول ما تدخليه الفرن تعلي الفرن الاول عشان ما يلزقش منك، وبعديها بشويه كده حوالي، بعديها هو ما بياخدش حوالي نص ساعه في الفرن. تقلبيه لو حابه تقلبيه الناحيه التانيه اقلبيه، انا بقلبه على الناحيه التانيه كده وبيستوي من الجنبين، وهوريهولكم كمان لما بيستوي. بس انا هسيبه حوالي ساعه كده، مش هدخله الفرن دلوقتي، هخليه يشرب التتبيله بتاعته. طبعا عقبال ما السمك تدخل في التتبيله كده مش هقعد ساكته، هشوف الحاجات اللي اعملها معاه. هجهز حاجات السلطه، قلت عشان طالما هي السلطه كده مش هتحط لها ملح ولا اي توابل، عادي يعني تسيبيها في التلاجة معموله، ممكن تقعد يوم كامل كمان او يومين طالما محطوطه في التلاجة من غير
اي توابل يعني، ولا ملح ولا ليمون ولا حاجه. جهز حشو السلطه كده اعملها يبقى كله خلص ايه ورا بعضيه، عشان ايه لما الاكل يستوي كله يبقى خلص مع بعضيه. بس لازم طبعا ايه انقي كده لو في حاجه صفرة حاجه مش حلوه اشيلها. طبعا السلطه هي حاجه اساسيه مع السمك يعني، مينفعش سمك الا بالسلطه. اعملهم كده الاول بعد كده ارجع اغسلهم كده. شيء كان عندي الجزر ده كان عندي في التلاجة طلعته يعني، انما الفلفل لسه جايباه يعني. بس مش هعمل الكميه دي كلها، دي كتيره. هعمل شويه نصهم كده ويوم تاني لما نصهم التاني. وبرده كذلك الخيار كتير هحسبه برده كتير، هعمل نصهم واصب نصهم يوم تاني. في ناس تعمل رز صياديه مع السمك، بس هنا ما بيحبوش، هنا بيحب الرز الابيض. جربت ده عملته ما حدش حبه، ما بطلت اعمله يعني. بعمل رز ابيض باكله مع السمك. قولوا لي كده لو حد جرب الطريقه بتاعتي كده يكتب لي كده في الكومنتات، يا ريت كده تفاعلوا شويه معايا. انا كنت بشوف كده كومنت او اتنين بس هما اللي بيتفاعلوا معايا في التعليقات يعني. يا ريت كل اللي شاهدني كده يكتب له تعليق، بلاش تشاهدوني الصمت يعني. وشيروا الفيديوهات على حبايبكم على قد ما تقدروا عشان يشتركوا في القناه يعني، والعيله تكبر ان شاء الله. بحب اشيل الراس دي قبل ما اغسله عشان اغسله من جوه. اشيلها كده. طبعا هنا بشرت الجزر بحب احط للسلطه بصل يعني، بتديها طعم وريحه حلوه. طبعا ما تقوليش ريحه البق يعني ولا حاجه، ممكن تاكلي بعدها بقدونس او حاجه هتطلع منها يعني، وهي مش كتيره يعني شويه صغيرين بس بيديها طعم حلو. هي اللي بتخلط دي طعمها حلو. قطعيها كده، انا بحب اقطع السلطه على ايديا. طبعا كل سنه وانتم طيبين. خلاص داخلين على الامتحانات على اول 5 كده، بس الاول في امتحانات شهر، وبعد امتحانات الشهر طبعا ايه هيبقى الامتحانات العملي، وبعد كده النظري، كله ورا بعضيه من اول 5 كده. كل سنه وانتم طيبين طبعا. بس الاولاد طبعا بيغلبوا في المذاكره، محدش بيعرف مصلحته يعني. زمان احنا كنا بنذاكر لنفسنا ولا كان حد بيقول لنا ذاكروا ولا ما تذاكروش. دلوقتي احنا اللي بنقول لهم ذاكروا. مش عارفه ليه مش عارفين مصلحتهم الاولاد دي. هم هيعرفوا بالكلام ده لما يكبروا، يبقى الولد يبقى اب والام البنت تبقى ام، هيعرفوا بالكلام ده. هم دلوقتي مش حاسين بالموضوع ده. دايما اقولها لهم بكره وبعده لما تبقى انت اب وانت ام هتعرفوا بالكلام ده. احنا بنقول لكم ذاكروا وشوفوا مصلحتكم ده لمستقبلكم انتوا، مش لينا احنا، لانتوا لنفسكم انتوا. هنا خلاص كان الرز استوى. شايفين مفلفل وحلو ازاي. كنت خلاص هحط الغدا. دايما انا بحب على اخر ما اعمل الاكل احط الغدا على طول يعني، بنحب ناكله سخن على طول حتى في الصيف يعني، ما بنحبوش نستنى لما يبرد. هنا شايفينها كنت هحطه. هنا حطيت خلاص الرز والسلطه. شايفين السمك مستوي ازاي، مستوي كان خلاص يعني، مستوى حلو وكان طعمه حلو. جربوه بس بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم يعني. انا كلوه حبوه قال يا ماما خلاص اعتمدوا الطريقه دي على طول يعني، ما تغيريش عن الطريقه دي خالص. حبيت اعملها لكم يعني قدامكم عشان لو حد حب يجربه. هنا طبعا بعد الغدا حبينا نشرب الليمون. طبعا بعد السمك لازم تشربي ليمون او اي نوع عصير يعني، في الحر ده او غير حر كمان. احنا بنفضل بعد السمك لازم نشرب عصير. هنا كنت عامله الليمون ده معاكم يعني اللي شفتوه، بس هو قاعد في التلاجة. حطيته في التلاجة كده عشان يسقع، عقبال ما احب اعمله بدري شويه. طول ما انت مقشره القشره بتاعتها مش هيمرر معاك ولا يحصل له حاجه. عملته قبلها بشويه كده عشان يسقع عقبال ما نتغدى ونخلص يعني. اللهم صل على النبي. هنا طبعا بعد الغدا وخلصنا وارتحت شويه وكل حاجه، دخلت المطبخ. لازم تدخلي المطبخ تشطبيه بعد السمك. السمك ما ينفعش تسيبي حاجه بقى في المطبخ من غير ما تغسليها. كل حاجه تغسليها وتنضفي المطبخ وكل حاجه عشان ريحه السمك تطلع من البيت. حتى لو انت مش قاليه السمك لازم تنضفي بعد الغدا على طول يعني، ما تستنيش. اللهم صل على النبي. هنا كان كل المواعين كانت عباره عن اطباق. واشوفكم على خير ومع السلامه.